لما جهاز المناعة يخرج عن السيطرة ممكن أعضاء كتيرة جدا في جسمك تتأثر، مش بس المفاصل. جهاز المناعة هو خط الدفاع عن جسمنا، لكن في بعض الحالات بيحصل خلل يخليه يهاجم خلايا وأنسجة سليمة بدل ما يحميها. ده ممكن يؤدي لالتهابات في أماكن مختلفة. أول جهاز بيتأثر هو المفاصل، وده بيظهر في صورة ألم أو تورم أو تيبس، وخصوصا الصبح زي ما بيحصل في بعض أمراض الروماتيزم والمناعة. لكن التأثير ما بيقفش هنا وبس. الجلد ممكن يكون ليه دور في ظهور بعض العلامات زي الطفح أو تغيرات معينة مرتبطة بنشاط المرض. العين كمان ممكن تتأثر بحدوث التهابات ويحصل فيها احمرار أو ألم أو زغللة. وكمان الجهاز الهضمي ممكن يتأثر في بعض الأمراض المناعية ويسبب أعراض زي ألم في البطن أو اضطرابات في الهضم. والرئة من الأجهزة اللي ممكن تتأثر في بعض الحالات، وده ممكن يظهر في صورة كحة مستمرة أو ضيق في التنفس. والقلب والأوعية الدموية ممكن تتأثر نتيجة التهابات مصاحبة لبعض الأمراض المناعية. الكلى كمان مهم جدا إن احنا نعرف إنها من الأعضاء اللي بتتأثر وبتحتاج لمتابعة في بعض الأمراض. لكن مهم نعرف إن مش كل مريض مناعي لازم يتأثر عنده كل الأجهزة. كل مرض ليه أعراضه وليه طبيعته، والمتابعة المنتظمة بتساعد على اكتشاف أي تأثير بدري والتعامل معاه. لو عندك مرض مناعي أو بتعاني من أعراض مستمرة ومش عارف سببها، ابعت لنا رسالتك أو اكتب سؤالك في الكومنتات.